هاد العام عندي الباك ولازم نجيبه ومازال ما بديت نراجع. شفت بزاف ناس بدات وراها تعمل دروس خصوصيه وانا مازالني راني حاير من نبدا وكيفاش نلحق. هذا واش راه يدور في بال كل واحد يفوت الباك هاد العام. في هذا الفيديو راح نعطيكم نصائح كيفاه توجد للباك نفسيا ومعنويا. تبعوا معايا الفيديو للاخير باه تستفادوا. اذا كنتم اول مره تشوفوا القناه اشتركوا فيها. مرحبا بكم في قناتي، معكم فاطمة. راح نعطيكم نصائح اليوم كيفاه توجد للباك. الحاجة الأولى اللي لازم تعرفها، مازال عندك الوقت، وأصل الوقت مازال ما بدا، راك عادة في بداية العام. ثانيا تحديد هدفك، تحدد الهدف تاعك من الباك. راك حاب تفوته وتجيب معدل مليح وتلتحق بالجامعة، وكان اللي حاب يقرأ تخصص معين. كل واحد عنده هدف. تغيير نمط حياتك يعني أن كامل الإنسان نعرفه بأن ما يكونش منظم ومشتت وعنده عادات سيئة لا يصل إلى هدفه. وعلى هذا الأساس لازم تحدد مهامك والعادات اللي واجب أنك تعملها باه تحقق هدفك اللي هو أنك تجيب الباك. تبدأ تعمل روتين يومي وتلتزم به شيئا فشيئا. مثلا أنك واحد تحب تسهر بزاف ودائما بعد الاستيقاظ تلقى روحك عيان وما قدرتش، وما هنا عود نفسك على النوم باكر والاستيقاظ باكر. مثلا انك ما تصليش، عرفت باللي هذا الامر راح يكون عائق انك تنجح. ابدا صلاتك في وقتها. ثاني، شوف عادة سيئة عندك ودائما هي متخليكش تخدم صوالحك او عملت لك عائق، مثلا استعمال الهاتف كل الوقت او حتى السهر. اذا حاول قدر المستطاع انك تنحيها. تهتم باكلك وصحتك وتبدا بممارسة الرياضة مرتين في الاسبوع او مرة واحدة على الاقل، وهو انك تستغل حصة الرياضة وتمارس التمارين الرياضية مع الأستاذ. هكذا تولف نفسك على الالتزام وأنك تكون واجد باه تتلقى دروسك وفي مستوى جيد بإذن الله. رابع شيء، تحدد ما هي المواد التي تفهمها وما هي المواد اللي ما تفهمهاش. مثلا بعض التلاميذ عندهم الفهامة أحسن من الحفظة، وكل العكس. المواد اللي عندك مشكل فيهم، مثلا الأغلبية لا يفهمون اللغات الأجنبية، الفرنسية أو الإنجليزية وحتى العربية. اللغات أنك بتفهمش القواعد تاع داك المادة، تبدأ بمراجعة مكتسباتك القبلية أو حتى فهم بعض الكلمات والجمل التي تساعدك في المادة. مشاهدة فيديوهات تعليمية عن اللغة تتعلم كيف تقرأ وتفهم بعض المفاهيم التي تحتاجها لكي تفهم النصوص والأسئلة التي تطرح عليك في الجانب الفكري للنص. ثاني، الرياضيات أو الفيزياء، تبدأ تراجع بعض المكتسبات القبلية فيما يخص السنة الثانية ثانوي. حاجة تانية واحدة أخرى، عندك مشكل مثلا تاع الحفظ، لا تستطيع الحفظ، ماذا تفعل؟ ننصحك بتحفظ القرآن الكريم. حفظ القرآن يجعلك تستطيع التركيز ويساعدك في الحفظ المواد تاع الحفظ، التاريخ والجغرافيا والفلسفة. تحدي آخر تعمله ولا روتين آخر تعمله في حياتك أنك تكتب اليوميات. في كل صباح تكتب يومياتك وهي عبارة عن ما فعلته أو ما جرى لك في اليوم. يساعدك هذا الموضوع في كتابة وتحرير نصوص، ولو كتبتها يعني باللغتين الفرنسية والإنجليزية أحسن لكي تستطيع كتابة الفقرات. يعني كما نعرفوا كامل العربية والإنجليزية والفرنسية تحتاج أنك تكتب فقرة. دائما في الباك يعطيهم كتب فقرة. إذا كتابة اليوميات تساعدك بكتب وتعمل تحرير للنصوص. نصائح اللي عطيتهم لك باه توجد نفسك للباك نفسيا ومعنويا، يعني تكون واجد انك تفوت الباك. دير في بالك دائما بلي ان هذا الامتحان تاع الباك هو كيما الامتحانات اللي راك تجوزهم كل فصل. نطلب منكم تستغلوا وقت الفروض، التمارين اللي يعطوهم لك الاساتذه ويقول لك حلهم في الدار لازم تحلهم. استغل هذاك الوقت الثاني باش تحفظ. مثلا عندك المواد الحفيظة، عندك تاريخ وجغرافيا والتربية الإسلامية والفلسفة. اللي اقترفوه بعض التلاميذ هو أن من يبقى للباك شهر ولا شهرين يبدأ بالحفيظة ويبدأ في حل التمارين ويبدأ يعمل لي كور ومنش عارفة. إذا حاجة ثانية نسيتها هي تجهيز المكتب. لازم تجهزوا مكتب عندكم في الدراسة واللي تحفزكم ثاني. مثلا تعلقوا ملصقات هكا في الحائط جنب المكتب كما هاد الصور اللي راهم موضحين في الشاشة. وصلنا الى نهايه الفيديو، نتمنى يعجبكم ونتمنى تعملوا بهذه النصائح اللي عطيتها لكم. سؤال او استفسار اكتبوه لي هنا في التعليقات وانا نجاوب عليه.